بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهارده إن شاء الله هنحل تدريبات على درس طريق النور. قطعة بتقول: وقد ظل برايل 5 سنوات يدرس ويبحث ويجرب، وكانت محاولاته تكلل بالنجاح تارة وتواجه بالفشل تارة أخرى، لكنه لم يتراجع بل واصل حتى توصل إلى وضع رموز سهلة للحروف الأبجدية والعلامات الموسيقية والأعداد الحسابية. سؤال ألف: اختر مما بين القوسين. ظل تعني استمر ولا اختبأ ولا توارى. محاولاته مفردها محوله ولا محاولته ولا محلوله. سؤال ب: كم استغرق برايل في تجاربه حول الطريقة الجديدة وما نتيجة ذلك. سؤال ج: ما الفكرة التي كان الضابط يستخدمها لإرسال الرسائل للجنود في الحرب. سؤال د: كيف حاول برايل نشر طريقته. سؤال ه: ما دور تلميذة برايل والصحف في نشر طريقته. طيب، عايزين نفتكر مع بعض كده النقط اللي قلناها في الدرس عشان نقدر نجاوب بشكل صحيح. خدوا وقتكم في التفكير. خدتوا وقتكم؟ طيب، تعالوا مع بعض نشوف الإجابات الصحيحة. ظل تعني استمر، محاولاته مفردها محاولته. سؤال ب: المدة اللي خدها برايل في تجاربه حول الطريقة الجديدة كانت 5 سنين، ونتيجة كده انه اصيب بمرض شديد نظرا للمجهود الكبير اللي عمله في تلك التجارب. سؤال ج: الفكرة اللي كان بيستخدمها الضابط في ارسال الرسائل للجنود في الحرب انه كان بيجيب ورق مقوى، كان بيثقبه يعني بيخرمه ويعمل علامات معينة، حروف او شرط او نقط، بس كان بالاتفاق بينه وبين الجنود عشان يقدروا يقروها في الظلام بشكل سهل. سؤال د: برايل حاول ينشر طريقته عن طريق ان هو ذهب للأكاديمية الفرنسية في باريس وعرض عليهم طريقته عشان يستخدموها في تعليم المكفوفين، لكنهم انصرفوا عنه واضطر ان هو يعلمها لتلاميذه اللي اتقنوها على ايديه. سؤال ه: اجابته: دور تلميذة برايل في نشر طريقته انها كان ليها دور كبير جدا لما راحت وعزفت على البيانو في حفلة كبيرة حضرها كبراء فرنسا وعدد كبير من الجمهور. ده خلى الناس كلها تتساءل العزف الجميل ده ازاي بنت عمياء تعزف بالطريقة الفريدة دي، فكان ردها عليهم ان الطريقة دي علمها لها استاذها برايل. طب ايه دور الصحف في نشر طريقة برايل؟ الصحف لما عرفت بالطريقة دي جريت على برايل عشان ياخدوا منه الاخبار بتاعة نقل الطريقة، وكان ليهم طريقة مميزة جدا في ان هم نقلوا الاخبار بتاعة برايل وانتشر الامر في فرنسا كلها. ده خلى العلماء يسرعوا لبرايل عشان ياخدوا الطريقة ويستفيدوا منها وتتعمم في جميع معاهد فرنسا. كده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريب. اسأل المولى عز وجل ان ينفعني واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم استاذ هيثم المصري.